السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في دقايق قليلة هعرفك على واحد من أجمل التطبيقات الدينية اللي هيساعدك تحافظ على أذكارك وأوقات صلاتك طول اليوم، واسمه تطبيق فاذكروني، واسمه قدامك على الشاشة وصورته قدامك على الشاشة زي ما انت شايف. ودي واجهة التطبيق زي ما انت شايف كده. واللي يميز التطبيق ده عن غيره ان هو متراجع من الشيخ دكتور عثمان محمد خميس. تمام. وعندك في التطبيق ده أذكار الصباح كلها. تمام. عندك أذكار المساء، عندك أذكار النوم، عندك القيام والوتر، عندك أذكار الاستيقاظ وبعد الصلاة وكنوز الجنة والرقية الشرعية والدعاء من السنة ودعاء من القرآن ودعاء للميت وسورة الملك. وعندك الطقس والاستخارة بص، عندك كمية أدعية وكمية أذكار كتير جدا. وعندك للطعام وعندك للبس الثوب وعندك الحزن والسلام والزواج والمحبة والمسجد. عندك كمية أذكار وكمية أدعية كتير جدا جدا. وعندك هنا أسئلة مهمة. أي أسئلة هتخرج عفوا أي أسئلة تخطر على بالك هتلاقيها موجودة هنا. أكتر من 80 سؤال. وعند حضرتك هنا أسماء الله الحسنى كلها كاملة، 99 اسم. وعندك هنا فضائل الأعمال وعندك تنبيهات مهمة لو دخلنا عليها. عندك الشرك وعندك 135 تنبيه. عندك الاستهزاء بالدين وشرائعه، استغفر الله العظيم. عندك اتخاذ القبور والمساجد. عندك حاجات كتيرة جدا جدا. وعندك الكلام أثناء خطبة الجمعة، ده برضو حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. تمام. وعندك هنا التسبيح. عندك هنا اهوت تقدر تسبح. وعندك هنا ايه، ذكر آخر لو مش عايز الذكر ده. وعندك ذكر تاني. عندك كمية أذكار كتيرة جدا. وهنا لو عايز تعيد للصفر اهوت كده. تمام. وعندك هنا المفضلة لو عايز تضيف ذكر معين. تمام. وعندك هنا المنبهات مثلا لو عايزه ينبهك عن منبه أذكار الصباح مثلا كده. تمام. تحدد الوقت. وعندك التذكير بصلاة الضحى. وعندك لا تنسى وردك اليومي. عندك حاجات كتير جدا. وأذكار المساء وصلاة الوتر ووقت الدعاء وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تطبيق مفيد جدا جدا لأي مسلم ولازم يكون على تليفونك، مفيش جدال. وعندك هنا من نحن والتواصل معنا والإشعارات. وعندك طبعا تقييم التطبيق. تمام. وهنا تفعل الوضع ده الوضع الليلي، بس أنا بفضل الوضع الليلي لأنه أحسن في القراية وطبعا مريح للعين. بس كده. وعندك هنا سورة الكهف. تمام. ولو عايز تطبيق كامل يكون للقرآن الكريم للاستماع والقراية، أنا كنت منزل فيديو عن تطبيق وحي، ما تنساش تبص عليه. هسيب لك برضو اللينك بتاعه مع لينك التطبيق ده في أول كومنت مثبت. لينك التطبيق ده موجود عندي في قناة التليجرام. هسيب لك اللينك مباشر في أول كومنت مثبت. هتدوس على القناة تخش هتلاقيني سايب لك لينك التطبيق ده ولينك التطبيق التاني اللي هو اسمه وحي بتاع قراءة القرآن والاستماع كمان. وبس كده. ده كان فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في الفيديو لو الفيديو عجبك. تمام. ولو في تطبيق عايزني اشرح عنه متنساش تكتب لي اسمه في الكومنتات. بس كده. سلام.